السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده من امريكا الشماليه اسمها فانل كيك. عباره عن كيك بتتقلي في الزيت، وما بتطلع من الزيت بنحط لها سكر باودر، وبنحط لها كمان كريمه واي صوصات بقى احنا عايزينها من فوق. يلا بينا نجربها على طول ونشوف هتعجبنا ولا لا. اول حاجه معانا بيضه نحط عليها شويه فانيلا ومعلقه كبيره سكر، ونقلبهم مع بعض لحد ما السكر ما يدوب. وبعدين نضيف تلتين كوبايه حليب ونقلبهم مع بعض. وبعدين نجيب عندنا تلتين كوبايه دقيق عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض ونبدا نضيفهم على خليط البيض، ونقلب الخليط معانا كويس جدا بالمضرب السلك لحد ما يبقى الخليط ناعم جدا وشبه العجينه بتاعت البانكيك شويه. بعدين هنجيب كيس حلواني ونحطها فيه، نحط الخليط فيه عشان نشكله، او ممكن نحطها في حاجه ليها بوز نقدر نصب منها. نحط العجينه بتاعتنا في زيت سخن بالشكل ده بشكل عشوائي، وما نكترش كميه العجين عشان يطلع معانا مظبوط، يعني هو كده بس. اول ما ياخد لون ذهبي من تحت نبدا نقلبه الناحيه التانية ياخد لون ذهبي برضو ونطلعه على طول. وبعد كده نبدأ نحط عليه سكر باودر، وممكن كده ناكله بالشكل ده بس، او ممكن نحط عليه كريمة وصوصات، او ممكن نحط فواكه، اي حاجة بقى انتوا عايزينها زي ما انتوا عايزين. انا حطيت كريمة وكمان صوص شوكولاتة وكمان صوص كراميل، يعني غرقتها صوصات، وكده بقت جاهزة معانا. ويلا بينا بقى ندوق ونشوف طعمها عامل ازاي. طعم الكيك نفسها عامله زي مثلا الزلابيه، لقمه القاضي. عارفين انتوا الحاجات دي، الحاجات اللي هي المقليه المقرمشه فيها سنه قرمشه خفيفه ومن جوه طريه مع الكريمه والصوصات. لا بصراحه طعمها حلو. اللي بيحب بقى الزلابيه ولقمه القاضي، حاجات اللي هي المقرمشه في الزيت دي، هتعجبه جدا. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. اشوفكم في وصفه تانية، ومع السلامه.